بما ان في المغرب حابب اقول لكم بونجور ميزاميز. مبروك على المغرب. مبروك للمغرب العظيم الجميل الرائع الساحر استضافة كأس العالم. أنا أكيد 100% إنه رح تكون استضافة ولا أروع، وإن شاء الله واحد من أحسن كأس العالم اللي انعملوا لهلا. وقفوا عند مهازل التنظيم بالنسبة للمغرب في استضافة كأس أفريقيا 25 وكذلك استعداده السيء جدا لمونديال 2030. استعداده السيء جدا لمونديال 2030. يا المغاربة، وأخيرا الحلم تحقق. المغرب أرض الحضارة والتاريخ غادي يحتضن كأس العالم 2030. إيوا ما كاين غير التهاني والتبارك اللي وصلنا من كل الجهات إلا العالم الآخر. مبروك علينا وهذه البداية وما زال مبروك علينا هذه البداية وما زال. جبتوا العز، فرحة اليوم دخلتوها على المغاربة، فرحة كبيرة. قلنا الحلم تحقق، أخيرا الحلم تحقق. الحلم أصبح حقيقة. شوف هل كان 2025 2030 كأس العالم. الله على الفخر، الله على الشرف، الله على التقدم والتطور والإنجازات. رسميا المغرب يفوز باستضافة كأس العالم 2030. الجزائر الله لا نعسوا ولا شتا. مبروك للمروك. لا كوب دي موند في 2030 اوفيسيال. ما شاء الله. شفتوا النهارده رئيس الفيفا وهو بيرفع كده اللوجو. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وأسبانيا والبرتغال. المغرب، البرتغال وأسبانيا. مبروك للمغرب العظيم الجميل الرائع الساحر استضافة كأس العالم. يستحق، وكأن الله يكافئ المغرب والمغاربة. هنا المغاربة. المغرب بتفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بشكل رسمي. ألف مبروك ومليون مبروك وتريليون مبروك المغرب بتنظيم كأس العالم 2030. والله إني أنا مبسوط زي كأنها بلد الأردن هي اللي مستضيفة. أنا أكيد 100% إنه رح تكون استضافة ولا أروع، وإن شاء الله واحد من أحسن كأس العالم اللي انعملوا لهلا. مثل ما نجحت قطر باستضافة كأس العالم 2022 وبيضة الوجه، أنا كل ثقة بأن أيضا نسخة كأس العالم في المغرب راح تكون حاجة مختلفة وبطابع عربي جميل مشرف. فمبروك لنا جميعا. بإذن الله البطولة دي مش هتخرج من المغرب. أنا عارف، أنا بقول لك إيه. والفرحة كبرات وكبرات، ولكن شنو وقع عند العالم الآخر؟ الإعلام الجزائري ولا تيغلي وتيغوت بحال إلا ما صدقش، تيقولوا مؤامرة، المخزن، لقجع. هادشي مقصود وهادشي ماشي معقول. أرى بالرعب معاكم، ما كاين غير الصدمات. لا هذه مؤامرة، هذه مقصودة سعادة الرئيس، هذه مقصودة. يا تبون الليلة تبات تتوجع عند الزهرة وتقول لها واش اداني لهذا البوليتيك يا الزهرة، واش اداني. اش قال المثل ولد خالي؟ قال لك الفرحة عندي في داري والعزاء عند جاري. نحن نعلم أن المغرب غير جاهز لاستضافة كأس أفريقيا. الفضائح ترى ما يحسبوش بالفضائح، ونيفو دو لافيفا إذا ما كانوش جاهزين يقدروا ينحوهم. توقفوا عند مهازل التنظيم بالنسبة للمغرب في استضافة كأس أفريقيا 25 وكذلك استعداده السيء جدا لمونديال 2030. السيء جدا لمونديال 2030. والله العادي اللي لعبة بلرقوة. شاهدنا أن التقييمات كلها ضعيفة على مستوى البريد، على مستوى النقل والمواصلات والفندقة والبنى التحتية وساحات الترفيه ومواقع المشجعين. وتقييم الفيفا سيء جدا لجاهزية المغرب في احتضانه لكأس العالم 2030. علاش تكذب؟ أعطت للملف المشترك معدل 4.2 كأعلى تنقيط في تاريخ تنظيم المونديال. المغاربة اليوم كلهم فرحانين، وحنا كنا ثقة في هذه النسخة من كأس العالم غادي تكون الأفضل وبالطبع مغربية 100%. أي فخر، أي عزة، أي كرامة. المغرب ما يفعله هو صناعة للمستحيل.
والله انه انجاز تاريخي للمغرب، واكيد رح يبيضوا لنا وجهنا مثل كل مره. شكون حنا؟ ويلي لقد جاع يا الدولة، لقد جاع يا الدولة. واش نقجع نقجع واش ديتو؟ قالوا لي ديتو بطاط وماضيش شنو قالوا لي ثاني؟ هو عباد الله المراكب نقول كسب كل معاركه بالعمل وبالجد وبمغرب اليوم ليس كمغرب الأمس. أما في العالم الآخر الجزائر، الإعلام الجزائري الأخبار ولات كأنها حرب عالمية، كيهضروا على البنيات التحتية ديال المغرب، كينتقدوا كل شيء، كيكذبوا وتيقولوا أي حاجة باش يطيحهم قيمة الإنجاز. ولكن الحقيقة واضحة كالشمس، المغرب مغرب والجزائر جزائر. تخيل الإعلام الجزائري اللي بيقول لك إن المغرب مش مؤهل إنه ينظم بطولة أفريقيا 2025. وتلفزيونات الجزائر والجزائر كلها معنية بالمغرب، صحافة الجزائر كلها مغرب. وما حد ربي عاطينا وانتم حاضينا، وربي خلقكم باش تسوفريو معانا. ملاعب عبارة عن فوتوشوب حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا. فين تبان نتايا؟ المهم هذه رسالة لكم، ترباو شوية، تعلموا شوية، كرهتوا العالم فينا، العالم ولا يكرهنا بهذه التصرفات ديال السبيانية، ولينا منبوذين. كلام عمل انهيار وعمل شياط وعمل حرقان عند كل الإعلام الجزائري. هو كده صحافته قاعدين دولة بالكامل يا ودي، قاعدين دولة بالكامل، مساكين مشغولين بالمغرب، وربنا يشغلهم دايما بأسيادهم، هم دايما كده. الناس عايشة الحياة، انتم عايشين الخرطة والكذب. ايوا اش غادي نقول لكم، حنايا ما بغيناش القوة، ربي اللي عطانا. هنا التاريخ، هنا الحضارة، هنا العظمة، هنا القوة، هنا كوكب المغرب. مبروك على المغرب. المغرب دار الخدمة ديال الكبار وبشهادات الفيفا. هذا الانجاز ماشي غير المغرب، الافريقيه كامله. العالم غادي يشوف شنو غادي يقدر على المغرب، كيخدم بصمت وبثقه وكيربح المعارك بالعمل الجاد والطموح والعزاء في شيراتون. ديما مغرب وديما رايتنا مرفوعه. واش ما تتحسوش بالفخر؟ كتبوا لينا في التعليقات كيفاش عشتوا هذه اللحظه التاريخيه وكيفاش عاشها العالم الاخر. مبروك المغرب والمغاربه كاملين.